ماشي. ايوه ايوه، شاور لي، ايوه صعب واحد، وريني كده الاماكن اللي هي فيها التصدعات. اه، يعني بكده المدرسة فعلا منهارة تماما يعني. ايوه اهو. اه اه، ما تنفعش طبعا خالص المدرسة بالوضع دهوت. لا لا لا، ما ينفعش. هم كده بيعملوا ترميمات بس. هم بيداروا، هم اه عايزين يداروا. المقاول جاي بيشتغل في البند، اسهل بند بالنسبه له اللي هو اه، المحاره، عمال بيكسر في المحاره وسايب الاساسيات. ومفيش حديد مسلح جديد ولا حاجة، شغال على قديمه يعني. اهو اهو. طب مبنية من كام سنة الحاجات دي؟ المدرسه دي من قبل 58، هي في اه، 58. وطب التكلفة كام اللي هيعملوا بيها الترميمات دي؟ 2 مليون جنيه. 2 مليون؟ ايوه. طب هي هتتكلف كام في الأصل يعني؟ والله لو حطوا كمان على 2 مليون، كمان 2 مليون زيهم هيهدوا المبنى ويبنوا باب تسديد. ويبنوا مبنى جديد. طب ممكن ساعتك تيجي توريني بس بقية التصدعات الموجودة؟ واضح طبعا عملية الهدد في المدرسة موجودة هي. احنا دلوقتي في مدرسة كفر الدوار الصناعية الميكانيكية، احدى كبرى المدارس الثانوية بكفر الدوار. والمدرسة فعلا كان صدر قرار بترميمات وإزالة بعض الأقسام فيها منذ سنوات، وجاري الآن العمل والترميمات فيها زي ما احنا شايفين. العمل شغال اهوت في مبنى الإدارة. معانا أحد المدرسين الأوائل بالمدرسة، طبعا معترض على ما يحدث، بيطالب بأن المبنى كله يتم إزالته وبناؤه من البداية يعني من الأساس. صور الحاجات دي وصور بنتمنى أن السادة المسؤولين يعني يتابعوا دي عملية من عمليات الفساد. ينفع ترميم بالمنظر ده؟ طبعا ده إهدار للمال العام. بص شايف ادي العمدان اللي هتشيل المباني الجديدة بتاعتهم. بص ادي منظر العمدان اهي. بص الكاميرات كلها اتكسرت اللي هيصب عليها تاني. إهدار للمال العام طبعا. 2 مليون جنيه هيترموا في الهواء، وهتسقط هذه الأبنية فوق رؤوس المدرسين والطلاب يعني في أي يوم من الأيام. اهو بص شايف العمدان اللي شايلة المباني اهو. بص ادي عمود تاني من ضمن اللي هيسيبه. بص العمود اللي هناك ده واخد بالك. الحديد بتوع الخردة واخدينه كده بايش خالص. وادي شايف على الحديد اللي العربية طالع منه اهو بيتباع خردة. بايش خالص. طب مش المفروض الحاجات الهدد ده مش يعتبر ملك الدولة ولا المفروض ولا ده؟ سايبينه كده للناس بتاخده يعني. ايوه بياخدوا الردم وخدوا الحديد وبياخدوا كل حاجة. طب انت ايه طلباتك بالظبط يا استاذنا يعني؟ احنا عايزين يا لجنة تجي لنا من كلية الهندسة، جامعة اسكندرية، لا جامعة القاهرة، وتشوف على الطبيعة قدامها المبنى اهو. ينفع على مسؤوليتهم يكملوا، ما ينفعش يبقى حرام، ده فلوس الشعب. ايه رايك يا استاذنا؟ والله زي ما بيقول كده ابو واحد يعني الرأي ان يكون في استشاري او لجنة من لجنة كلية الهندسة تقرر اذا كان المبنى على الوضع الحالي ده ينفع يترمم خير وبركة، ما ينفعش. انتوا شايفين ان هو ينفع؟ ما انتوا برضه مش شايفين الحديد بايش. احنا كنا بنطلع على السطوح، المباني من فوق ديت بقالها سنين ما بتترممش، ما بتصرفش صيانة. يعني الاستاذ عبد الحليم خيرت الله يرحمه ما كانش بيصرف مليم من الصيانة، فكان الدور الثالث ده كان كله بينشع وبينقع، وهنا كان فيه مية بتنزل بين المبنيين ده. يعني الحديد كله بايش مش بتاع السقف، وكانت المية بتبقى واقفة في الدور الثاني. بص صور كده، صور بص بيكسر في المحارة بتاعت ايه؟ بتاع القديم. والله ما يعرف يعمل محارة زيها اللي بيكسرها دي. بص دي حتة سليمة منها اهي، ما يعرف يعمل زيها. هما بيدور على اسهل بند يسحب منه فلوس شغال فيه وسايب الاساسيات. يعني انت بتكسر محارة ليه؟ هي المحارة مش شايلة حاجة. هو انت بتطالب بإزالة المبنى من الاساس. انا عايز ازيل المبنى، بتكسر محارة وترجع وبناء مبنى حديث. ايوه مبنى حديث اقوى منه يعني. يمكن بالمنظر ده كده حرام.